الشيخ خالد الراشد يؤثر عليك بشكل كبير. نعم، أنا تأثرت بالشيخ خالد الراشد في بداية دعوتي حقيقة، وكنت أسمع دروس ومحاضراته. حتى وأنا صغير كانوا يلقبونني بالشيخ خالد الراشد، كان صوتي يشبه صوته ومحاضراته كانت تشبه محاضراته. ولهذا يمكن لي علاقة في باب أني تعلمت كثير من أسلوب الخطب والمحاضرات من الشيخ خالد الراشد. ولهذا يعني الشيخ خالد الراشد كم أبكى من العيون وكم هدى من القلوب وكم أثر في قلوب الشباب. أن يتم اعتقاله بهذه الصورة وتنتهي محكوميته ويتم استئناف الحكم من جديد وتمديد الاعتقال، هل يعني الشيخ خالد الراشد مجرم لهذه الدرجة أن تحرم الأمة من دروس ومن محاضراته؟ السجنوا الحكومة السعودية جزاها الله خير وتقبل الله منها، لأنه سجنت رؤوس الإخوان المسلمين المفسدين، رسلوا أولاد المسلمين، رسلوهم لداعش، قتلوهم هناك، فجروهم هناك، ورسلوهم لجبهة النصرة، ومن قبل لتنظيم القاعدة. وهم شيوخ الأخوان المسلمين ديل، ناس خالد الراشد وسلمان العودة وغيرهم، أولادهم ديل معظمهم بيقروا في فرنسا وفي بريطانيا وفي أكسفورد وفي واشنطن وفي غيرها، بيقروا هناك ويرسلوا أولاد المسلمين في خط النار قدام في إفساد وليس جهادا أصلا. أنت جاي تتباكى عليهم وتقول أنا ما أخو مسلم؟ اللي بيتباكى عليهم ديل منو؟ ناس خالد الراشد ديل تابعين لوين؟ بيلعبوا في المريخ ولا الموردة؟ ديل من حزب الإخوان، بل قادة حزب الإخوان المسلمين. وخطبك دي كلها خطب الإخوان المسلمين، ما ده ما منهج أهل السنة. أهل السنة عندهم العقيدة دي أهم شيء، التوحيد، وعندهم النهي عن الشرك اللي هو أظلم الظلم، ده قبل أي ظلم تاني بحذروا منه.